السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى لكم انكم تكونوا بخير دايما وعلى طول يا رب العالمين. هتقولي لي ايه الحلاوة اللي انت عاملاها دي يا بنتي يا ايمان؟ هقول لكم قررت اعمل كده قرشتين او منين بالعجوة، سموها زي ما تسموها، بس بتكون حلوة قوي على الفطار ومع كوباية الشاي اللي هي بتبقى في نص اليوم. دي سهلة قوي، ما بتاخدش وقت معانا. يلا بينا بسرعة بسرعة اقول لكم على الطريقة. اول حاجة معانا بنختبر الخميرة بتاعتنا، والحركة اللي انا بعملها دي بتخلي الخميرة تختمر بسرعة معانا ومتاخدش وقت. كوباية مية معانا وفيها نصها مية دافية علشان احنا في الشتاء. كده معانا نص كوباية مية، هنحط عليها معلقة سكر ومعلقة دقيق، وهنحط معانا الخميرة بتاعتنا اذا كانت فورية او اللي هي البيورة. هنقلبها كويس جدا لحد لما الدقيق يدوب خالص والخميرة كمان تدوب معانا، وهنغطيها ونركنها على جنب في مكان دافي في فرن البوتاجاز او ضرفة من ظروف المطبخ ونقفل عليه. هنا بقى الخميرة بتاعتنا خمرت معانا وبقت زي الفل وطلعت ناجحة 100%. معانا هنا الحاجة اللي احنا هنعجن فيها، حطيت كيلو ربع دقيق، هما كانوا كيلو ونص بس نقصت منهم شوية. حطيت عليهم بقى معلقة صغيرة كده ملح، ونص كوباية سمسم، وباكو فانيليا. الفانيليا بتخليها ريحتها حلوة كده، وكمان ممكن نضيف مكان الفانيليا ريحة الكحك او ريحة السمنة البلدي اللي هي بتكون بنحطها مع الكحك بتاع العيد ده. بيبقى برطمان صغير كده ب10 جنيه او ب20 جنيه. تحطيها مكان الفانيليا. ما كانش متوفر عندي، حطيت فانيليا. قبل ما نحط اي حاجه نقلب السمسم في الدقيق، وبعد كده نحط الخميره بتاعتنا الكوبايه اللي هي اتخمرت، وبعدين حطيت مكان الكوبايه اللي هي كانت فيها الخميره حطيت فيها كوبايه لبن وضفتها على العجين. بعدين سيحت سمنه، كوبايه سمنه، كوبايه وربع كده، حطيتهم على العجينه. وبعد كده هنقلب كل ده مع بعض. هقول تاني انا عملت ايه. عملت اختبار الخميره اللي هي معلقه سكر ومعلقه دقيق ونص كوبايه ميه، وميه دافيه، ومع الباقي الخميره كانت خميره فوريه او بيره، ونسيبها تخمر في مكان دافي. جبت بقى كميه الدقيق اللي معايا كيلو وربع، حطيت عليها معلقه ملح صغيره ونص كوبايه سمسم وقلبتهم، وحطيت عليهم كوبايه سمنه سايحه، سمنه بلدي بقى او سمنه اي نوع سمنه، ومعاهم شويه زيت، عليهم بقى كوبايه لبن، وبسيت كل ده في بعض وقعدت اعجن بالشكل ده. ومعايا جنب كوبايه ميه او كوبايه لبن، وقعدت ازود شويه بشويه واعجن بايدي لحد لما طلعت معايا بالشكل ده. عجينه ناجحه وطريه، مش بتلزق ومش قاسيه. بعد كده هنغطيها بستريتش او بكيس وعليه الفوطه، ونركنها في حته تكون دافيه. انا دفيت الفرن وحطيتها في الفرن بعد لما طفيت عليه، علشان الجو كان ساقع قوي، فقلت ايه ادفيه علشان تخمر معايا بسرعه. شوفوا من العجينه بقت قد ايه. هنا بقى انا هعمل العجوه، هعملها بعجوه، عايزه اعملها بملبن او ساده زي ما انتي تحبي. انا بحبها بالعجوه قوي. هسيح بقى العجوه معانا. انا معايا العجوه اللي هي دي، مش العجوه اللي هي بلح. حطيت عليها معلقتين سمنه كده وشويه لبن صغيرين، وحطيتها على النار لحد لما ساحت كده، هي كانت خرط متماسكه مع نفسها. هفرد بقى معايا العجوه بتاعي بالشكل ده ما بين كيسين بتاع لبن كده او كيسين تلاجة. بعملها بالشكل ده وبفردها علشان تطلع مفرودة معايا كده، وهاخد معايا يعني شريحة بشريحة على العجينة اللي انا عايزة احشيها. تمام كده. بعد كده هنشكل بقى العجينة بتاعنا. الخطوة دي بحبها قوي، بقعد اشكل بقى وافنن كده في الحتة اللي معايا او العجينة اللي معايا. الوقت ده كنا بالليل بقى، انا بحب اعجن بالليل كده وادفي المطبخ كده في السقعة، واولع الفرن بتاعي واعمل اي حاجة. إيه بقى، عيش قيصر او اي قرص بقى. فجت فكرة اللي هي القراقيش، بتبقى حلوة قوي مع كوباية الشاي الفطار الصبح، او لو اي حد جعان مننا مع كوباية شاي، او العيال يمسكوه كده في ايديه. اول شكل انا بعمله اللي هو السمبوكسة، او اللي هي بتبقى مثلثات، بعملها بالشكل ده. بفرد عجينة وبسويها من الاطراف، بخليها مربعة وبفردها. بحط في النص التاني اللي هو الأول في نصها كده العجوة، وبتني على الطرف التاني، وبعملها بالنشاب علشان كله يلزق في بعضه، متبقاش مفرغة كده والعجوة سايبة منها. بعد لما بمشي عليها النشابة مرتين كده، بحط عليها السمسم وبعملها مرتين كمان عشان السمسم يلزق في العجوة وما يسيبش منها، يبقى القرقشية تبقى ايه فاضية كده. بعد كده بقسمها نصين، وبعمل مثلثات بالشكل اللي انتوا شفتوه دلوقتي، وارصها كده في الصينية. املي الصينية دي، الصينية مش مدهونة بأي مادة دهنية. ده الشكل الأول اللي هو شكل مثلثات. وعملت كمان صينية تانية مثلثات عشان الشكل ده حلو قوي وعجبني، وكمان العيال هيحبوه، وكمان هياخدوا منه وياكلوه منه كده، لأن العين بتاكل قبل البق. فالاشكال دي الاطفال بتحبها، وكمان لو مش عايزين ياكلوا منها ياكلوها علشان هي مثلثه مربعه، شكل اشكال كده. فعملت كمان صينيتين من الشكل ده.
بعدين هعمل بقى اللي هو المنين بالعجوة او اللي هو كعب غزال او الرول زي ما بتحبوا، اللي هو المدور الحلو ده. العسل ده انا بحب الشكل ده، حلو قوي، بيكون فيه عجوة كتير، بيبقى ملفوف كده بالعجوة، العجينة ملفوفة بالعجوة، فانا بحبه قوي، بيبقى ملبن كده. بحط بقى السمسم عليه بالشكل ده، بحط السمسم على الحاجة اللي انا بفرد عليها وبمشي العجينة على السمسم رايحة جاية كده، وبضغط بايدي لحد لما السمسم يلزق في العجينة. فعملت منه بقى رول كبير كده وقسمته وقعدت ابططه واطوله علشان هو بسيبه يخمر، فبتعلى معايا والواحدة بتكبر معايا اكتر من كده، فلو حابين ترفعوه اكتر من كده فهي بتخمر اصلا معانا. كعب الغزال ده عملت منه صينية ونص صينية تانية، والنص الصينية التانية هكملها، هنعمل بقى رقش اللي هي الطويلة دي. اعمل واحدة بالعجوة، حبة بالعجوة محشيين عجوة، وحبة سادة، دول بقى اللي هو بتسقوا فيهم بالشاي. هنا اول صينية طلعت اللي انا حطيتها في الاول، وصينيتين في الفرن بحطهم تحت تاخد لون من تحت، وبعدين بحطها تحت الشواية تاخد لون. دول بقى كانوا من القرقش الحبة الاخر اللي هما سادة، دي الصينية اللي هي في الاخر. وبعد كده خلصت بقى، ما اخدوش مني غير ساعة وكنت خلصت، يعني ما اخدوش مني ساعة على بعضها. ليه بقى نروح نشتري ب20 جنيه ربع كيلو ب20 جنيه من الفرن، والله العظيم، وما بيكونش فيه ملبن ولا بيكون فيه عجوة قد كده. الست الشاطرة اللي بتعمل الحاجة في البيت ما تجيبهاش من بره خالص، ومش بتكلفها كتير. عايزاكم بقى تجربوها كده وما تكسلوش، يلا ولعوا الفرن بتاعكم ودفوا الشقة بحبة منين كده او قرقاش جنب كوباية الشاي بتاعي الصبح، وتدعولي وما تنسونيش بقى في اللايك يا حبايب قلبي، وتكتبوا لي في التعليق تسلم ايدك يا بنتي يا امونه. ولو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي ما تنسونيش في الاشتراك علشان تشوفوا كل جديد بنزله. اشوفكم على خير في فيديو جديد.